الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. بعد فترة انقطاع قصيرة نسبيا، نعود لمناقشة أو طرح بعض القضايا للنقاش، منها يعني قضايا سياسية أو قضايا ثقافية. أعود مرة أخرى لمناقشة موضوع حزب العمال الكردستاني، هذه الموضوع التي تشغل الكرد وتشغل الكثير من مراكز البحوث والدراسات، آه، يعني بطرح أسئلة حول طبيعة وماهية هذا الحزب. طبعا يفترض بالدرجة الأولى أن يكون الكرد من يحاولون يعني مناقشة هذه الظاهرة بعيد عن المكايدة السياسية والمبالغة، وبعيد من المدائح وحلقات الدروشة والذكر والتسبيح بحمد هذا الحزب، التي يعني تلك الحلقات التي ينصبها أنصار الحزب إعلاميا وسياسيا وثقافيا. حزب العمال الكردستاني في كل فترة يفاجئني بشيء غريب، يعني ويجعلني أعيد النظر مرة أخرى في طبيعة هذا الحزب، في تاريخه، في ما قدمه هذا الحزب للشعب الكردي. الشعب الكردي بصراحة لم يبخل على هذا الحزب بأي شيء، يعني حتى وقف مع هذا الحزب بسياساته الخاطئة كمان. يعني نعم، هنالك جزء مهم ضمن كتلة حزب العمال الكردستانية يعلمون تماما أن الحزب على خطأ، لكن لا يتراجعون ولا يعترفون بذلك جهارا. يعني الكثير من المراسلات خلال ال10 سنوات الأخيرة تصلني عبر الإيميل، على مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون لي أنه نعم الحزب على خطأ، لكن لا يوجد هنالك بديل ونحن مستمر. يعني إذا لا يوجد هنالك بديل، طبعا وفق هذه القناعة المبرر أنه لا يوجد بديل، إذا فلنستمر على يعني سوءات وكوارث وأخطاء وعيوب ومثالب وجرائم حزب العمال الكردستاني، فلنبقى على ما لأنه يعني عدم وجود بديل على أضعف تقدير أو أضعف الإيمان الشخص ينسحب. لكن هنالك تورط عاطفي، تورط على مستوى الدم. يعني الكثيرين ممن يراسلوني لهم يعني ضحايا، أشخاص، إخوة، أخوات، أقارب، أصدقاء، ممن فقدوا حياتهم داخل حزب العمال الكردستاني. فصار هنالك تورط يعني بالدم ضمن المؤسسة، والإخلاص للشهداء والإخلاص للضحايا ومن هذا الكلام. حتى أن الكثير يعني يتهمني بأنني أسيء يعني لدماء الشهداء. طبعا هذا كذب وهذا باطل وهذا افتراء، يعني في هذا الخصوص، لأنه دائما الحزب يظهر المقدسات أو الأمور التي لها درجة القداسة ضمن المجتمع أو الشعب الكردي في وجه كل من ينتقد هذا الحزب. هنالك دمج حزب الشهداء، من ينتقد هذا الحزب فهو ينتقد الشهداء من هالفزلكات هي. طبعا هذا كلام عاري عن الصحة، على العكس تماما. أكثر من أساء إلى الشهداء وأكثر من خذل الشهداء وأكثر من خان الشهداء هو نفس هذا الحزب، حزب العمال الكردستاني. العشرات بل المئات من هؤلاء الشهداء الحزب نفسه قام بتصفيتهم ثم أعلنهم شهداء، والمئات من هؤلاء الضحايا إن لم يكونوا بالآلاف أيضا الحزب قام بتصفيتهم ويتكتم. وقد أظهرت يعني بعض الأسماء. عيسى حسو الحزب هو الذي قام بتصفيته، جوان إبراهيم، وكنت يعني حرصا على عائلته لا يعني أتفادى الحديث في هذا الخصوص، لكن فيما بعد يعني بدأ تتكشف الأمور. الحزب هو الذي، حزب العمال الكردستاني وقيادته
ترونها على شاشات قنوات هذا الحزب. الحزب هو الذي قام بتصفية جوان إبراهيم، وقام بتصفية دوزدار حامو، وقام بتصفية الكثيرين. وربما، لست متأكدا، لكن هنالك ما يشبه القناعة في هذا الخصوص، إن الحزب هو من قام بتصفية خباط ديرك في قضية عبد الله بدر والإشكال الذي حصل، وأيضا حسين شاويش. الحزب أيضا أنا أشتبه في أن يكون الحزب أيضا ضالعا في تصفية حسين شاويش. أغلب القيادات الكردية السورية الموجودة على الساحة قام الحزب بتصفيتها، من رستم جودي في 2011 وحتى هذه اللحظة. والذين هم داخل الحزب يعلمون حقيقة ما أقوله، حتى الذين تركوا الحزب أيضا يعلمون هذه الحقيقة، ومتكتمين لا يتحدثون لأسباب تخصهم، لظروف هم تحول دون تجعل من ألسنتهم مغلولة. وهنالك مجموعة من المستفيدين بأي ضمير، بأي خلق، بأي وجدان، الموجودين الآن ضمن أعلام حزب العمال الكردستاني، ويعلمون هذه الحقائق، يعلمونها حق اليقين، حق المعرفة، ومتكتمون. إذن فهم أيضا ضالعون في هذه الجرائم والممارسات التي يرتكبها حزب العمال الكردستاني. المهم الشعب الكردي قدم كثيرا. الشعب الكردي قدم لهذا الحزب ما لم يقدمه لملا مصطفى البرزاني. الشعب الكردي قدم لهذا الحزب ما لم يقدمه لقاضي محمد ولشيخ سعيد ولي سيد رضا، وكل الثورات والانتفاضات الكردية. هذه الثورات والانتفاضات الكردية دخلت التاريخ من الكردي والشرق الأوسطي من أوسع أبوابه. صحيح لم تحقق الأهداف، لكن ما قدمه الشعب الكردي لتلك الثورات قدم أضعافها لحزب العمال الكردستاني. ماذا قدم حزب العمال الكردستاني للشعب الكردي طيلة ال4 عقود والنيف التي مضت على تأسيسه؟ حزب العمال الكردستاني تأسس في 78 ونحن الآن في 2022. حزب العمال الكردستاني ماذا قدم للشعب الكردي غير الأكاذيب، الخراب، التهجير، النزوح، المبررات الكثيرة التي يقدمها للنظام التركي لارتكاب المذابح والمجازر البشعة وجرائم ضد الإنسانية في حق شعبنا الكردي في تركيا وفي سوريا وفي حتى العراق. دائما النظام الفاشي التركي يبرز حجة حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني وفي مقالات وفيديوهات ساهم في توسيع مساحة تركيا. المساحة التركية حاليا الموجودة حاليا هي أكثر من مساحة تركيا عندما تأسست عام 1923. حزب العمال الكردستاني قدم هذه الخدمات للدولة التركية، ولا أحد من أنصاره ومن مؤيديه يقف أمام هذه الظاهرة ويحاول أن يجري جردة حساب، يحاسب الزعيم، يحاسب الحزب، يحاسب قيادات الحزب. يرى نفسه دائما ذليلا خانعا مذعنا لكل هذه الأكاذيب والأباطيل التي طرحها حزب العمال الكردستاني في منتصف عمر هذا الحزب، من 1978 وحتى سنة 2000 بعد اعتقال الزعيم. دائما حزب العمال الكردستاني كان يستهدف المشاريع التي تطالب بجزء من حقوق الشعب الكردي وفق المعايير والميثاق العالمي لحقوق الإنسان وحق تقرير مصير. الشعب الكردي يحق له ما يحق للشعوب العربية والتركية والفارسية في المنطقة، وأن يكون له كيان، أن يكون له دولة مستقلة إن شاء الله على 10,000 كيلومتر مربع مثل لبنان، أو أصغر 5,000 كيلومتر مربع، أو على كيلومتر مربع. المهم أن يكون له دولة، كيان مستقل معترف به دوليا وعضو في الأمم المتحدة. هذا حق من حقوق هذا الشعب.
التنظيمات الكردية، الأحزاب الكردية في إيران وفي العراق وفي تركيا كانت تطالب بالحد الأدنى الحكم الذاتي أو الفيدرالي في أعلى المستويات الفيدرالية للشعب الكردي. حزب العمال الكردستاني كان يشيطن هذه المطالب ويشيطن التنظيمات الكردية التي تطالب على أنها تنظيمات استسلامية انهزامية، حركات إصلاحية كومبرادورية، تخدم الاستعمار، تخدم الاحتلال، تخدم. الآن بعد كل هذه السنوات نرى أن حزب العمال الكردستاني هو أكثر من خدم تركيا وخدم النظام السوري وخدم النظام الإيراني، والآن حتى الآن هو في خدمة النظام الإيراني. وحاول بتصريحات موثقة من عبد الله أوجلان ذكرتها في فيديوهات سابقة، حاول أن يخدم النظام العراقي أيضا، لكن النظام العراقي لم يكن يثق بحزب موجود في حضن حافظ الأسد ويقبل أن بخدماته للنظام، نظام صدام حسين أقصد. الآن هو يخدم النظام الشيعي، نظام حشد الشعبي الموالي لإيران. خدمة حزب العمال الكردستاني للنظام الحاكم في العراق هو في سياق خدماته التي يقدمها للنظام الإيراني. إذن عندما يكشف الواقع زيف ادعاءات وشعارات الماضي لحزب العمال الكردستاني، ما بالنا نرى أنصار الحزب ونخب الحزب ساكتين، صم بكم عمي لا يفقهون، لا يحركون ساكنا، لا ينطقون بكلمة حق في حياتهم. ليش ما الذي يجعل ألسنتهم مغلولة إلى هذه الدرجة؟ ما الذي يمنع كل هؤلاء من عدم التورط والضلوع والمضي في هذه اللعبة الدموية التي تسمى حزب العمال الكردستاني؟ في يوم من الأيام أنا أيضا كنت مع هذا الحزب، وصار لي ما يزيد عن أو ما يقارب 10 سنوات أنتقد هذا الحزب. ما الذي يمنع هؤلاء أن لا يكونوا نسخة منه شنغوسي، لكن على الأقل يتوقفوا عن التورط، أن يصمتوا، أن لا يبرروا أكاذيب وأباطيل وأضاليل حزب العمال الكردستاني. هذا أيضا سؤال أطرحه، وسبق أن طرحته وأعيد وأجدد، وسأبقى أطرح هذا السؤال على ضمائر هؤلاء المحسوبين على النخب الثقافية والنخب الإعلامية الناشطة ضمن حزب العمال الكردستاني. إلى متى سيبقون على هذه الحال المخزية والمعيبة والمريعة والوسخة التي هم فيها؟ طالما يرون لأنفسهم إن هذا المقام هو مقامهم فليستمروا في هذا الخصوص. إجمالا التضحيات التي ما قدمه حزب العمال الكردستاني للشعب الكردي كان يفترض أن يكون ضعف أو يوازي حجم التضحيات التي قدمها الشعب الكردي لهذا الحزب. الآن انظروا إلى تركيا، واقع الكرد في تركيا. دائما حزب العمال الكردستاني يقول أنه ما جرى في تركيا هو نتيجة نضالنا. نعم هذا يمكن، أنه تركيا لولا الكفاح المسلح ضد الكفاح المسلح الكردي ضد تركيا لما اتخذت تركيا هذه الخطوات. لكن الكفاح المسلح هنالك حقيقة إما يجهلها أو يعلمه ويتكتم عليها أنصار الحزب، أنه الكفاح المسلح كان موجود قبل حزب العمال الكردستاني. على العكس، حزب العمال الكردستاني أتى وأطاح بالمجموعات السياسية وحتى منها المسلحة التي كانت رفعت السلاح ضد دولة تركيا. معصوم قرقماس كان عضوا في تنظيم كاوا، وتنظيم كاوا الكردي لم يتبقى منه شيء. وللعلم في
حادثة جرنك، وهي يعني في القامشلي، إما في 81 أو 82. توغلت القوات التركية، الجيش التركي وعناصر من الأمن التركي إلى داخل الأراضي السورية، وأبادت مجموعة من قيادات هذا التنظيم، وهي كانت تعلم أين يوجد أيضا حزب العمال الكردستاني في منطقة القامشلي، ولم يتقرب. يعني كان الهدف، كان هدف الجيش التركي والاستخبارات التركية وقت ذاك تنظيم كاوا. لا يسأل الحزب وأنصار الحزب ومثقفي الحزب وعقول الحزب لماذا تغافل أو تجاهل تغافلت الاستخبارات التركية وعناصر الجيش التركي وقت ذاك حزب العمال الكردستاني، وركز على تنظيم كاوا. ليش؟ لماذا؟ لأنه تنظيم كاوا كان يمارس العمل المسلح ولو على نطاق ضيق ضد الدولة التركية، وكان يطالب بمطالب تتجاوز يعني، أو كان موجود وحضوره يشكل خطرا على الدولة التركية أكثر من حزب العمال الكردستاني. لكن الدولة التركية تجاهلت العمال الكردستاني في 82 أو 81، لا يعني بالضبط، يعني في تلك السنة الحادثة معروفة يعني. تجاهل حزب العمال الكردستاني وركز على هذه المجموعة الكردية الكردستانية التي كانت تمارس العمل العسكري المسلح ضد الدولة التركية وقت ذاك. حزب العمال الكردستاني أباد تلك المجموعات على أساس أنه هي مجموعات موالية لكردستان العراق وموالية للدولة التركية وتستهدف ولا تريد السعي، يعني تحول دون بروز ووجود حركة تحرر وطني. يعني أنصار حزب العمال الكردستاني والمقربين والعقول اللي يفترض بين قوسين أنهم عقول ومطلعين على تاريخ هذا الحزب، المجموعة التأسيسية في هذا الحزب كانوا تقريبا كتلتين: كتلة جامعة أنقرة اللي كان من ضمنها عبد الله أوجلان، كمال بير، دوران كالكان، علي حيدر قيطان، كاسيرا يلدرم، ومصطفى قرصو، وكثير من العناصر، وربما رضا ألطون. الكثير من العناصر كانوا كتلة طلبة الجامعات. والكتلة الأخرى وأغلبهم كان يعني طلاب مدرسة إعداد المعلمين في ديرسم ومدارس وجامعات أخرى موجودة في كردستان. يعني كتلتين من عناصر من الكوادر المؤسسة والعناصر المؤسسة لحزب العمال الكردستاني. الآن دققوا في الأسماء الموجودة حاليا. أغلب الموجودين هم من كتلة أنقرة. أما كتلة كردستان من العناصر المؤسسة لحزب العمال الكردستاني كلها تم تصفيتها أو فقدان حياتها داخل المعارك، أو تركت صفوف حزب العمال الكردستاني. المتبقي حاليا هي كتلة أنقرة، قيادة أنقرة أو جامعات أنقرة واسطنبول. وأنا ذكرت نماذج من هذه الأسماء. طبعا علي حيدر قيطان تمت تصفيته قبل فترة، والحزب لم يعلن عن ذلك. حتى الآن الحزب متكتم حول مسألة، ويعني المبرر أنه مسيرة تركية أتت وقصفت مكان كان يتواجد فيه حزب العمال الكردستاني. ولا تنسوا هذا الكلام، سيأتي الخبر فيها في صياغة تقليدية أنه مسيرة تركية أتت واستهدفت منطقة معينة وكان يتواجد فيها حزب العمال القيادي في أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني علي حيدر قيطان، وفقد حياته. وبعد التهليل وتطبيل في الإعلام، الإعلام الحزب حول محاسن ووفاة وأهمية هذا القيادي. ويعني الحزب كان أصلا راكنه على جنب. أنا شفته في 2007 في جبال قنديل، علي حيدر قيطان. يعني علي حيدر قيطان أيضا من مجموعة أنقرة. أصلا اثنين
أسسوا لديكتاتورية حزب العمال، ديكتاتورية عبد الله أوجلان داخل حزب العمال الكردستاني. دوران كالكان المجهول، وأنا يعني نشرت فيديو حول يعني حقيقة هذا الرجل، يعني رجل حزب العمال الكردستاني أو رجل عبد الله أوجلان الغامض داخل حزب العمال الكردستاني. علي حيدر قيطان ودوران كالكان اثنين أسسوا لديكتاتورية عبد الله أوجلان داخل حزب العمال الكردستاني، والآن واحد منهم راح، بقي عباس. طبعا يؤازره في ذلك جميل بايك. وأيضا خصصت فيديو عن هذا الرجل وطبيعته والشيء من تاريخ هذا الرجل داخل حزب العمال الكردستاني. إذن الحزب في هذه الفترة ومنذ سنوات، يعني مش رفع من سقف استهدافه لكردستان العراق، ويصعد الخطاب الإعلامي خيانات إخانات من هالكلام الفارغ. القيادات الكردية العراقية تزور تركيا، الحزب يشن حملة عنيفة على هذه القيادات على أنهم خيانات إخانات. الذي يحمي عبد الله أوجلان في سجنه هو الدولة التركية، هي الدولة التركية، الميت التركي، الجيش التركي. الحزب لا يتحدث حول عناصر أو البرلمانيين الذين يأتون للبرلمان التركي ويقسمون، يدلون القسم على حماية الدولة والقسم بالحماية المبادئ الأتاتوركية، هم عناصر وموالون لحزب العمال الكردستاني. والحزب والإعلام الحزب لا، هذا طبيعي، هذا شيء شرعي. الحزب خدم نظام حافظ الأسد، وعبد الله أوجلان في صحيفة الحياة في 98 قبل يعني في الشهر الأول قبل اعتقاله ب 9 أشهر أو 8 أشهر. في تلك الفترة صرح أنه الحزب سعى لإقامة علاقات مع نظام صدام حسين، والحزب والآلة الإعلامية للحزب تبرر هذا الموضوع. العلاقات مع النظام الإيراني الطائفي الديني، وهذا حزب علماني، يفترض أنه حزب علماني ويساري، طبعا إعلام الحزب سيبرر هذه المسائل. لكن إن قامت قيادات كردية عراقية بزيارة لتركيا وتم استقبالها على يعني وفق ما تقتضيه أعراف وبروتوكول استقبال الزعماء والقادة ورؤساء الدول، يعني يطيش جنون الحزب ويبدأ بشن الحملة الإعلامية إخانات وخيانات وسيشنون علينا حربا، ومن هالكلام الفارغ. يعني قيادات كردية عراقية تزور بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا ويتم استقبالهم بما يليق بقادة ورؤساء الدول. الحزب يرسل بعض الزعران والغوغاء من الشباب المغررين لكي يستهدفوا موكب هذا القيادي أو ذاك. يعني شيء من القباحة والوقاحة والدناءة والسخافة السياسية لا يمكن للخيال تصوره. كيف لهؤلاء الموجودين في إعلام حزب العمال الكردستاني يعني أن يبقوا ساكتين وصامتين حول هذا المستوى من الحضيض السياسي الذي وصل به حزب العمال الكردستاني؟ شيء يعني غريب. كلكم يعني تعرف أو أغلبكم يعلم نظام الأسد عندما أراد أن يستهدف قيادات لبنانية، الحريري، سمير قصير، كل القيادات المعارضة للنظام الأمني الإيراني، كانت يعني هنالك حملات تشنيع وتشويه واستهداف إعلامي في العمق لرفيق الحريري سبقت اغتيال. الآن شخصيا أنا لا أستبعد بكرة إذا سمعت خبر استهداف القيادات الكردية العراقية، مسعود بارزاني، نيتشيرفان بارزاني، مسرور بارزاني، هذه القيادات التي يستهدفها الإعلام، إعلام حزب العمال الكردستاني،
يعني ويستهدفها الحزب في إعلامه. إن حدث لها أي مكروه لا أستبعد أن يكون حزب العمال الكردستاني متورطا في هذا الاستهداف. الآن أقولها. لماذا؟ يعني لأنني أرى الإعلام، أنا معني بما ينشره الإعلام الآبوتشي، إعلام حزب العمال الكردستاني، من تقارير، من أكاذيب، من تشويه، من تضليل، من كل شيء يخطر على البال ينشره هذا الحزب وإعلامه ضد هذه القيادات. طيب إذا حدثت لهذه القيادات أي مكروه، أصابع الاتهام إلى من ستتوجه؟ إلى حزب العمال الكردستاني. وتلك الأصابع وذلك الاتهام مشروعة تماما. حتى ولو استهداف هذه القيادات أتى من إيران، ربما يكون حزب العمال الكردستاني أحد هذه الأدوات. حتى لو كان الاستهداف من تركيا، ربما يكون حزب العمال الكردستاني أحد تلك الأدوات المنفذة لهذا الاتهام. الحزب يعني متهم في الكثير من القضايا. قبل فترة ليست ببعيدة نشرت المحكمة الدستورية أو الجهة قضائية ألمانية تقريرا حول حزب العمال الكردستاني ووجود حزب العمال الكردستاني. ووثق التقرير 370 حالة تجنيد قام بها حزب العمال الكردستاني لشباب وصبايا كرد يعيشون على الأراضي الألمانية، ويعني أخذهم الحزب إلى أماكن الصراع في تركيا، في إيران، في الأماكن التي يتواجد فيها. منهم من فقد حياته، ومنهم من ترك الحزب، ومنهم من ما زال موجودا. ما مدى صحة هذا التقرير؟ طبعا أنا في تقديري هذا الرقم 10%، يكاد يشكل 10% إن لم يكن أقل مما قام الحزب بتجنيدهم على الأراضي الألمانية. طيب يعني السؤال الذي يطرح نفسه، طبعا التقرير الإحصائية حتى 2019، إذا كانت هذا التقرير بما يتضمنه صحيحا، فهذا يعني أنه حزب العمال الكردستاني يشكل يعني قوة اختراق كبيرة داخل الأراضي الألمانية، وبإمكانه أن يعني يحدث اختراقا في هذه المؤسسات، في المطارات، في كل شيء يعني. وهذا إن صح فهو يعني عيب ينبغي أن تحاسب عليه الحكومات الألمانية المتعاقبة والمؤسسة الأمنية في ألمانيا. يعني وإن كان إن كانت تلك المؤسسات الفرضية الأخرى، إن كانت تلك المؤسسات الأمنية مطلعة، وغالبا هي مطلعة على هذه الأرقام وحملات التجنيد التي قام بها حزب العمال الكردستاني على الأراضي الألمانية، ومعلوم أنه حزب العمال الكردستاني مصنف كمنظمة إرهابية وفق قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي. إذا كان الجهاز الأمني الألماني مطلع على هذه الممارسات، فإذا هذا الجهاز متورط أيضا في عمليات التجنيد. أحد احتمالين: إما أن يكون هذا الجهاز غير مطلع وهذه كارثة، وإذا كان مطلعا فالكارثة أكبر والطامة أكبر وأكبر. يعني في هالاحتمالين. طبعا هذه الأرقام أقول أنه هي قليلة جدا، لأنه حزب العمال الكردستاني نجح في تجنيد أجانب أقحاح، ألمان أقحاح ليس من حملة الجنسية الألمانية، وقام يعني نجح في التجنيد على الأراضي البلجيكية، نجح في التجنيد على الأراضي النمساوية، وفي كل المنطقة الإسكندنافية. يعني إن لم يكن أغلب بلدان الاتحاد الأوروبي، يعني ففي الكثير من هذه البلدان حزب العمال الكردستاني نجح في تجنيد المئات من العناصر، طبعا بصرف النظر عن السن. منهم من هم أطفال، منهم من طبعا على امتداد كل هذه السنوات. إذن
يعني حزب العمال الكردستاني يمارس تجنيد الأطفال في المناطق الكردية، والاتحاد الأوروبي ساكت يتفرج رغم كل هذه التصريحات والوثائق والبيانات، والاتحاد الأوروبي لا يحرك ساكنا اتجاه هذا الحزب واتجاه مؤسساته التي تملأ ألمانيا وتملأ بلجيكا، خاصة بلجيكا. كل هذه المؤسسات أنا هوشام غوسي، أنا مع إغلاق دكانة تابعة لحزب العمال الكردستاني، مش بس قناة تلفزيونية، مش بس مقر حزبي، مش بس مقر جمعية. أنا مع يعني ممارسة القانون الألماني والقانون الأوروبي فيما يتعلق بأي مؤسسة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر مع حزب العمال الكردستاني، ومش بس مع حزب الله، مع حركة حماس، مع كل هذه التنظيمات التكفيرية والتخوينية والأيديولوجية التي تمارس العنف والعسف والقمع والقتل والتشديد بحق البشر في منطقة الشرق الأوسط. أنا مع دون استثناء. أنا أعلم هذا الكلام سيجر علي الكثير من الشتائم والإهانات والتخوين وردود الأفعال التي يعني ما أنزل الله بها من سلطان. أنا مع تطبيق القانون الأوروبي. أي شخص على مؤسسات الإعلام يأتي ويبرر لتجنيد الأطفال لسياسات وممارسات حزب العمال الكردستاني، ينبغي للقانون الأوروبي في بلجيكا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي كل بلدان الاتحاد الأوروبي أن يطبق القانون بحقه. أنا مع تطبيق القانون كاملا دون ميل أو نقصان أو انحياز أو كل هذه التفاصيل. متى تصل هذه البلدان إلى تطبيق قوانينها بحق هذا الحزب لا أعلم، لكن إن طبقت هذه البلدان القانون على كل هؤلاء المؤسسات والأشخاص الذين يميلون ويبررون لحزب العمال الكردستاني سلوكياته وممارساته في تجنيد الأطفال على الأراضي الأوروبية وعلى الأراضي الكردية وفي أي مكان، وعلى القمر وفي المريخ وفي أي مكان، تجنيد الأطفال جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. أي شخص يبرر لهذا الحزب بشكل أو بآخر فينبغي أن يحاسب أمام القانون. إذا تحقق ذلك غدا سأكون معه قولا واحدا، وأنتم والله على ما أقوله شهيد. أنا مع تطبيق القانون في حق هذا الحزب وأي حزب يمارس انتهاكات على الأراضي الأوروبية ويمارس الانتهاكات على الأراضي الشرق الأوسطية دون استثناء، بحق الإنسان، بحق المكان، بحق أي شيء. أنا مع تطبيق القانون. عموما يعني هذا التقرير طبعا لم يفاجئني، لأنني بشكل أو بآخر يعني مطلع على ميكانيزم وآليات كيف يدير هذا الحزب نفسه. سيأتي شخص ويقول أنت كنت من الأسئلة المكررة والبايخة، يعني أنت كنت خلال فترة من الفترات نعم أنا كنت خلال فترة، لكن من 2011 ومن أكتوبر 2000 وحكيت وتحدثت كثيرا حول هذا الموضوع. أنا على الضفة الأخرى، الضفة الناقدة لهذا الحزب. لا صرت مع الائتلاف، ولا صرت مع المجلس الوطني، ولا صرت مع أي كيان سياسي كردي أو عربي أو تركي. أنا مع رأيي، أنا مع قناعتي. الأتراك يستثمرون هذه القناعة، العرب يستثمرون أو معارضي وجهة نظري برسم المشاع. أنا أقول رأيي وكلمتي دون مساومة أو مقايضة أو خضوع لضغط أو ابتزاز. وهذا الكلام الذي أقوله في هذا الفيديو عطف على ما قلته في فيديوهات ومقالات سابقة طيلة 10 سنوات الأخيرة، ولست مسؤولا عن يعني من لا يتابع أو يجهل موقفي في هذا الخصوص. صحيح أحيانا يعني
الاهتمام والمشاغل الثقافية والأدبية تأخذني يعني في اتجاهها، لكن هذا لا يعني أبدا أنني لا أتابع واقع الأحداث في يعني في كردستان، وما يفعله أو الأجواء المسمومة القذرة التي يخلقها حزب العمال الكردستاني في إعلامه ضد كردستان العراق. وأنا سبق ذكرت يعني إن حدث أي اشتباك، أنا ضد اقتتال الأخوة، ضد الاقتتال الداخلي، لكن إن حدث أي شيء أنا أعلم تماما أن الجهة الباغية هي حزب العمال الكردستاني، وسألتزم في هذه الجزئية بقول الله تعالى: وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طبعا حزب العمال الكردستاني ليست من الطائفة، يعني هي فوق أنه هي غير مؤمنة، هي باغية، ولا علاقة لي بقضايا الإيمان، لكن هذا منطق التحكيم في هذه المسألة، سواء كانوا طائفتين من المؤمنين أو من الملحدين، طائفتين مجموعتين بشريتين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي. يعني مش معقول نكون مع الطرفين في نفس الوقت، لا، نكون مع الطرف يعني الفئة المظلومة ضد الفئة الباغية، وهذا المنطق وهذا الأخلاق. أما نقول كلهم أكراد وخليك محضر خير، صرنا يعني مضى وقت كثير حول يعني تكرار مقولة الأمن الكردي، ونبقي هذه المشاكل داخلية ولا يطلع عليها. هذا صار كلام. أصلا حزب العمال الكردستاني لا يكترث بهذه القضايا. مسعود برزاني الزعيم الكردي العراقي صرح أكثر من مرة إنه الاقتتال الكردي خط أحمر وسيحول دونه وسيمنعه. حزب العمال الكردستاني بأوجلانه وصولا إلى بايقه، وصولا إلى أي شخص موجود حاليا يعني على الأراضي الأوروبية، ولا واحد من هذه القيادات جرمت الاقتتال الداخلي أبدا، لم يجرم، بالعكس يبررون الاقتتال الداخلي من 78 لل 79 لل 80 لل 81 وحتى يومنا هذا. دائما هنالك تبرير للاقتتال الداخلي على أنه حالة ثورية ونضالية ومن هذا الكلام، مواجهة المقاومة ضد الخيانة ومن هالأس. ولا مرة اعتذروا. جميل بايك لم يعتذر عن تصفية كوادر ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في 92، لم يعتذر، ولم يطالب به أحد بالاعتذار للشعب الكردي لأسر الضحايا المقاتلين الأكراد الذين تركوا عوائلهم وبيوتهم لينخرطوا في هذا الحزب تحت وهم وسحر الشعارات كردستان وما بعرف شو واشتراكي، وقتلوا برصاص الحزب بأمر من جميل بايك. جميل بايك الآن يخرج على الشاشات ويتحدث هكذا، ويتحدث عن الخيانة ويتحدث عن المقاومة ومن هالقصص، وهو ينبغي أن يحاكم أمام القضاء الأوروبي والقضاء الكردي بارتكاب وقضاء حزب عمال الكردستان إذا كان في هنالك قضاء داخل هذا الحزب بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق من؟ بحق عناصر الحزب، بحق مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وطبعا حتى الآن لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولن يوجد شيء من هذا القبيل. إجمالا حزب العمال سيبقى قسم من الناس مخدوعين بهذا الحزب، وقسم آخر مستفيدين لقمتهم مغمسة بدم الخديعة التي يمارسها حزب العمال الكردستاني بحق التاريخ، بحق الأكراد، بحق الضحايا، بحق الشهداء، بحق عوائل الشهداء. حزب يستثمر حتى عوائل الشهداء. هذه المظاهرات والاعتصامات أنا أعرف كيف يعني هي
يعني مثل ما بيقول النظام البعثي مظاهرات عفوية، كله كذب، كله كذب. يعني المظاهرات والاعتصامات هي بضغط، وبضغط شديد من هذا الحزب ينظمها ضد جهة سياسية، ويبث سمومه في الشارع الكردي. وللأسف الشديد هنالك يعني من يكتب لي ويقول أنه نحن اليد الموجودة تحت الحجر، لا يمكننا أن نتكلم. يعني تلك اليد التي تئن تحت وطأة ضغط الحجر أو الصخرة التي لا يمكنها البوح بمكنون داخلها. هنالك كثيرون موجودون هنا في أوروبا متورطون، لو كان هنالك فعلا قانون حقيقي في هذه البلدان لطردتهم إلى تلك الجنان التي يدافعون عنها، جنان حزب العمال الكردستاني يدافعون عنها على الأراضي الأوروبية. أكتفي بهذا القدر حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.